يلا تعالوا مع بعض نعمل رز الريزو بتاع كنتاكي الشهير جدا. عايزه اقول لكم ان احلى من طعمه كمان والله في البيت، وانضف واجمل وكميه اكبر بكتير بتمن واحده بس من بولة الرز. هناك هنعمل ل5 افراد بنفس التمن. شايفين التحفة والجمال وغير النظافة والجمال والطعم الخطير، بجد خطيرة. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. ادي الفراخ المتقطعة فيليه معانا، هنقطع منها نصها. عايزه اقول لكم ان ده نص كيلو او اقل من نص كيلو كمان هتعملي ل5 افراد. هنقطع نص الكميه سلايس كده طويله ونصها مكعبات زي ما شفنا. هناخد بقى السلايس الطويله هنحط عليها زبادي، صويا صوص، باربيكيو، معلقتين كبار من الباربيكيو ده انا عاملاه في البيت، ومستردة، ورشة من بهارات الفراخ، ورشة من الملح والفلفل الأسمر. وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه. ممكن بدل الزبادي نحط لبن، ممكن بدل الزبادي واللبن نحط لبن رايب. هنروح بقى نجهز الرز. طبعا احنا سيبنا الفراخ كده تتنقع شوية. قبل ما نجهز الرز هناخد الفراخ اللي قطعناها مكعبات صغيرة زي ما قلنا، وهننزل بيها في سمنة سخنة جدا نديها تشويحة، وبعد كده معلقة من البصل المفروم، بصلايه متوسطه هنفرمها ناعم جدا، هننزل بيها على الفراخ نديهم تشويحه، وفصين من الثوم برضو على الفراخ بتاعتنا، ونشوح كل ده مع بعضه كده زي ما احنا شايفين. واخر حاجه ننزل بالرز بتاعنا المغسول ومتصفي حلو جدا، هنديهم برضو تشويحه كده مع الرز، وبعد كده نروح نزلنا عليهم معلقه من الصويا صوص ومعلقه من الباربيكيو او معلقتين كبار من الباربيكيو، وعليهم معلقه كبيره من الكركم كده زي ما هنشوف مع بعض. وخلاص كده دي كل بهارات الرز بتاعنا، طعمه تحفه هو والفراخ. عايزه اقول لكم وكمان صوص الريزو خطير جدا، احلى من المطعم مليون مره. هنقلب بقى كل ده مع بعضه، وبعد كده ننزل عليهم بميه مغليه ونغطيهم بالميه المغليه، وكده خلاص هيكون الرز بتاعنا جاهز ومستوي، وكمان مليان فراخ مش زي الرز بتاع المطعم، ما بيبقاش فيه فراخ زي كده ابدا. هنغطيه بقى ونملحه ونظبطه ونغطيه ونسيبه لحد ما يستوي يشرب ميته، وبعدين نوطي عليه خالص ونسيبه على نار هاديه جدا كده زي ما احنا شايفين. كده خلاص شرب ميته، هنوطي بقى عليه تماما ونسيبه على نار هاديه. وعقبال بقى ما يستوي على نار هاديه هنروح نجهز الفراخ بتاعتنا. هنجيب كيس وهنحط فيه دقيق اللي احنا على قد الكميه بتاعتنا، ونشا يعني كوبايه الدقيق عليها ربع كوبايه نشا. هنبهر بقى باي بهارات انت بتحبيها. انا هنا حطيت بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر وشويه من البابريكا، وهنقلب الكلام ده كله، وهحط عليهم كمان شويه من دقيق الذره في الاخر ربع كوبايه برضو زي النشا، علشان تدي الفراخ بتاعتنا قرمشه وهشاشه حلوه قوي. هنجيب بقى الفراخ وهنحطها كلها في الكيس كده على الدقيق، بس طبعا ما نملاش الكيس زيادة عن اللزوم، يعني تكون كمية معقولة علشان تقدر تتقلب في الدقيق حلو. فممكن ناخد نص الكمية لو الكمية عندك كبيرة، ونبدأ نرج كده الكيس، نقفله بإيدينا من فوق ونرج فيه. هتلاقوه ما شاء الله اتعفرت من كل ناحية، وكمان اتخبطت التخبيطة الحلوة اللي احنا عايزينها، اللي تديها الشكل بتاع الكريسبي التحفة اللي احنا عارفينه. كده خلاص الفراخ جاهزة. هنروح بقى نجيب زيت سخن جدا ونبدأ نحمر الفراخ بتاعتنا زي ما احنا عارفين. وطبعا ما نكترش الكميه قوي في الطاسه، نخليها معقوله علشان تاخد راحتها في التحمير. كده شايفين لونها تحفه ازاي، خطيره بجد، والكفر ماسك جدا على الفراخ. نبدا نقلب بقى في الفراخ كده على كل ناحيه لحد ما تتحمر تحمير حلو. كده خلاص الفراخ جاهزه معانا. هنبدا نعمل الصوص عباره عن معلقتين كبار من الكاتشب هوت صوص زي ما احنا شايفين، وصويا صوص، شويه من الصويا صوص، كل الحاجات قد بعضها، وشويه من الباربيكيو صوص برضو عليهم، ومعلقتين كبار من العسل الابيض، وعليهم على حرف المعلقه كده نشا او ربع معلقه من النشا، حاجه بسيطه جدا جدا نشا عشان مش عايزينها تبقى مهلبيه في الاخر. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا، ندوب النشا تماما. العسل الابيض ممكن نستبدله بالعسل الاسود لو مش حاطين صويا صوص، تمام، او ممكن نحط بداله معلقتين من السكر. هننزل بيهم بقى على طاسه كده صغيره ونرفعهم على النار، ونبدا نقلب فيهم لحد ما تلاقوهم بكبكوا. هتلاقي قوامه تقل سنه بسيطه، مش تقل جامد، تمام. يعني احنا مش عايزين الصوص ده يبقى خفيف قوي ولا تقيل قوي، عايزينه كده يبقى زي الكاتشب كده وهو نازل، تمام.
كده زي ما احنا شايفين لحد كده خلاص بدأ يبقبق والقوام بقى زي الفل. وكده خلاص الرز جاهز معانا، والصوص بتاع الريزو رز الريزو كمان جاهز معانا، والفراخ طبعا اتحمرت وجاهزه. هنبدأ بقى نجيب الفراخ المتحمره ونقطعها كده قطع صغيره جدا زي ما بيتحط على وش الرز الريزو كده زي ما احنا شايفين. نغرف الرز بتاعنا في البوله وفوقيه قطع الفراخ المتقطعه صغير، وعليهم بقى شويه من الصوص الريزو كده زي ما هنشوف مع بعض التحفه والجمال. نفسي اوريه لكم من قريب بجد التحفه، لان في الطبيعه احلى من كده بكتير. الكاميرا ظلمه جدا جدا في التصوير، والا كمان الطعم بجد خطير. هتبطلوا ان انتوا تشتروه من بره خالص بعد كده. بعد ما هتجربوه في البيت هتندموا على كل مره اشتريتوه من بره فيها ودفعتوا فيه فلوس، لان في البيت انضف واحلى واطعم بكتير من الجاهز. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده ونورتوني. باي باي.